الصلاة على النبي. تعالى ان شاء الله نص كيلو بس. يا صلاة النبي، يا صلاة النبي، يا صلاة النبي، الصلاة على النبي. السلاح اللي تكسبه لعبه عم وائل. الله عليك. اهلا بيكم رحلة صيد جديدة، يلا بينا. طبعا بنجهز شنطة العدة ابن علبيات ونشيك على كل حاجة. دي طلعة بنستناها كل اسبوع. ايوه العدة مرزق، نضفه كويس، نضف. يا سلام، سلم على مخك البلالان يا بحر العلم يا ترعة المفهومية. وبعد ما خلصت ناديت على نور تجيب لي جردل اللي بحط فيه السمك اللي ربنا هيرزق بيه يعني. واتفاجئت يا جماعة باللي حصل. بابا تاخد الجردل الصغير ده ولا اجيب لك الكبير؟ هات اكبر جردل عندك يا نور. اكبر جردل هنملاه سمك ان شاء الله ان شاء الله. هتملاه سمك يا بابا؟ ان شاء الله ان شاء الله. قمت نمت بقى وامر لله، وقلت اصبح الصبح اصلي الجمعه واتوكل على الله، وكل امل ان ربنا يرزق علشان ما شمتش من الفل. ان الله سريع الحساب. حط بصل كتير وفلفل كتير وقطع شوية طماطم. واللي بيعرف يعمل سلطه زينا نقول له يا عم. واتغدينا وحانت ساعات الصفر. علم الغدر. انا السلعوه اللي كانت بتضحك يا جدعان. الناس عملتها ده شكلها كده والله. الو مين مراتك تضربك ولا ايه؟ هاتوا يا عم المكان ده. الاخ بيخاف من مراته، طالع من وراه. هات يلا في ايه؟ والله لو جابت زلط احنا طلعنا مش راجعين غير بالجردل ان شاء الله. ورغم الجو الصعب ده يا جماعه ومكملين حاله كل صياد بترعه الرمله يا جماعه. بصينا عليها بصه بتاعت الفيديو اللي فات، قلنا لا لازم نكمل. خليكم معايا لاخر الفيديو لو مكملين معايا تشوفوا مكان جميل واحلى صيد واحلى سمك. وزي ما وعدتكم صلي على النبي في التعليقات وهتلاقي احلى لوكيشن. اوعى تقول زي الناس الشتا مفيش فيه سمك، لا خليك لاخر الفيديو وانت هتشوف بنفسك. هتعمل ايه يا محمد؟ هتخربها ولا هتعمل ايه؟ عليك تاني جايب لهم علم. سكرتك مين؟ سكرتك. وهنا كان لازم افتكر نصيحة اخويا ملك الترع في المنصورة والمحافظات المجاورة واعمل بيها. ما تزفرش على البار، تلك عودنا في النص. ما تزفرش على البار، تلك عودنا في النص. وبعد ما كلكعت قصدي زفرت ورميت في المية، قلت ابص على الشباب اشوفهم عملوا ايه. كلكعوا قصدي زفرهم هم كمان ولا لا. لقيت الامور تمام، قلت نتوكل على الله.
وده شرح بسيط للعدة المستخدمة هناك يا جماعة، لأن كل مكان وله عدته وبيكون حسب المية عمقها وبتتحرك ولا لأ. دي كانت أول رمية، كانت حوالي الساعة 4. قلت أبص على الشباب أشوف أخبارهم إيه، لقيتهم متكتكين ومبرتعشوا زي ما انتم شايفين، وأنا قعدت أفكر وأقول يا ترى يا نور هتشمتي فيا ولا إيه؟ بابا تاخد الجردل الصغير ده ولا أجيب لك الكبير؟ فات نص ساعة والغماز ما اتحركش من مكانه، قلت لأ ما بدهاش، شوية طعم مزفر كده كده الطعم رخيص، هنروح نرميه يعني ولا إيه؟ فضلت أفكر وأقول يا ترى يا هل ترى. مرة أبص على الشباب أشوف أخبارهم إيه، لهم قاعدين زي حالاتي، ومرة أبص في السماء أقول يا رب ارزقنا يا رب، اللهم لا شمات. وأخيرا كانت المفاجأة. أول حتة اهي، بسم الله ما شاء الله استفتاحة، حتة خضرة على الطعم ومسهل الحال. دي ابتدت تندع. وبدأت الدنيا تتحرك شوية وأنا أخد سمكة وهم ياخدوا سمكة، وبعد ما كانوا مكشرين الضحكة ملت وشهم، بدأنا نكسر الفوسفور يا جماعة وخشوا على المفاجأة وربطوا الأحزمة. يا صلاة النبي يا صلاة النبي يا صلاة النبي، لو التكشيلة على كفك. بسم الله ما شاء الله. مكان ما ياخدش لا مؤاخذة. الصلاة الصلاة تعالى هي مش كبيرة أوي، بس ايه أنا سايب لها البراح. لا هي حلوة، شيلها عليك يا عم علي بالله عليك، الصلاة على النبي. بسم الله ما شاء الله. ما شاء الله. سلاح اللي تكسبه العبه يا عم وائل. انت طول عمرك بتفكر غلط، انا مش عجباني دماغك دي. ممكن لازم افتكر الجردل واشوف اخباره ايه. بابا تاخد الجردل الصغير ده ولا أجيب لك الكبير؟ تبقى انها تلعب ولا ايه؟ ولو وصلت معي لآخر الفيديو فانت من المتابعين المميزين وحبيبي وابن حبيبي، ما تنساش تدعمنا بلايك، كلمة حلوة، الصلاة على النبي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم أخوكم وائل. الواد ده باين انه هينجح ولا ايه؟ وده كأس العالم للفوسفور. مسابقة كأس العالم للفوسفور.
وما زال البحث جاري. الصلاة على النبي. روح تعالي لما تكبر. بس يا وحش بقى، احنا هنقضيها مغنى طول الليل ولا ايه؟ اخرس بقى. واللي يكسب اللي يكسب الجمهور اللي هيحكم. الجمهور اللي هيحكم يا ماهر. بلاش ثانية. الجمهور اللي هيحكم. ما شاء الله احنا بنصور السمك اخر غمزه لعلي المرزق. حلاوتك يا مرزق. يلا يا عم نضف سنارتك ولمها. يلا خلينا نتوكل على الله.